فيديو اليوم هو طريقة عمل 230 لتر صابون شعبي مصنع بأفضل الطرق. حاجة روعة، حاجة جميلة. شايفين يا جماعة الشفية، شايفين النقاء، رغم إنه شغل شعبي لزوجة ممتازة وشغل جميل جدا. شايفين يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. وكمان رغوة ممتازة جدا. وطبعا شكرا لكم 100,000 أخ وأخت وأب وأم على القناة. النهاردة عندنا 100,000 مشترك، وشكرا لدعمكم المستمر لينا. عشان كده عملت لكم حاجة النهاردة شعبي بجودة محترمة جدا جدا جدا، وخالية من المواد الضارة. فيلا بينا على طريقة التصنيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعيني الكرام من مصر وجماعة الدول العربية. دمتم ودامت أيامكم بكل الخير والحب والسعادة. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه. معكم أخوكم أحمد الكومي، الأمل لتعليم صناعة المنظفات. احنا النهارده حبايبي هنعمل 230 لتر صابون بجودة شعبي، ولكن حاجة هتبقى إن شاء الله محترمة جدا. هنعمل النهارده الشعبي على أصوله. فيلا بينا على طريقة التصنيع. اول حاجه معانا ان احنا هنملى 3 ارباع الكميه ميه. بعد كده هننزل باول حاجه معانا بعد ما نملى 3 ارباع الكميه ميه. واول حاجه معانا 500 جرام من التايلوز. التايلوز يا جماعه اهم حاجه نقلب سريع جدا، وننزل بيه مع التقليب السريع جدا عشان ما يكلكعش مننا. هنقلب بالطريقه ديت ونخلي حد يرش لنا. ونخلي حد يرش لنا التايلوز كويس جدا يا جماعه. كويس جدا. وبعد يا جماعه ان هندوب التايلوز كويس جدا. عفوا يا جماعه، كده هنكمل بقيه التايلوز. قلب سريع سريع سريع. بس خلاص. وبعد يا حبايبي كده ما قلبنا التايلوز تماما، بعد ما قلبنا التايلوز كده، بعد كده يا حبيبي هننزل وراه بكيلو 800 جرام من الصودا السائله. هننزل بالصودا مع التقليب. واهم حاجه يا حبيبي ان احنا نشطف الكوز مطرح الصودا وناخد الكميه كلها عشان نظبط التعادل معانا بنسبه 100%. وبعد حبيبي ما نزلنا بالصودا وقلبناها كويس جدا، هننزل وراها مباشره بحمض السلفونيك. طبعا هنا مستخدمين سلفونيك الامل، حاجه روعه، حاجه جميله. هننزل مع التقليب الجيد. شايفين يا جماعه السلفونيك، شايفين النقاء بتاعه، بسم الله ما شاء الله، حاجه روعه، حاجه جميله جدا. وبعد حبايبي ما ننزل بالسلفونيك، اهم حاجه نمسح الجردل كويس جدا بقطعه كرتون يا جماعه. وهنمسح الجردل. نمسح الجردل وناخد الكميه كلها، او نشطف الجردل عادي جدا معاك خطوه بخطوه وكل تفصيله في صناعه الصابون. ودلوقتي يا حبيبي بعد ما نزلنا بالسلفونيك، دلوقتي هنظبط البي اتش. طبعا احنا ظبطنا البي اتش عشان طول الفيديو، وعشان برضو عليكم طول الفيديو ما يطولش. ولكن دلوقتي هيظهر لك هنا عنوان هتضغط عليه هيوصلك للفيديو، يعلمك طريقه قياس البي اتش بكل تفاصيله. بعد ما ظبطنا البي اتش دلوقتي هننزل دلوقتي يا حبيبي انا مدوب دلوقتي كيلو من التكسابون، مدوبه في ميه خارجي قبلها بيوم. واديته تقليبه كويسه جدا، بيدوب تماما معانا. بننزل بيه بنضرب التكسابون في 4 أو 5 اضعاف ميه. يعني انا هنا هحاوله زياده عن 5 اضعاف شويه، يعني حوالي 8 كيلو ميه وكيلو تكسابون مدوبهم مع بعض، وسبتهم لتاني يوم داب معايا بكل سهوله. دلوقتي هنزل بالتكسابون الدايب مع التقليب. شايفين حبايبي التكسابون دايب تماما بكل سهوله، مفيش اي بواقي من التكسابون. بعد ما نزلنا بالتكسابون ودوبناه كويس جدا،
بعد تكسبون حبيبي هننزل دلوقتي ب 3 كيلو من الملح. المنتج يقبل اكتر من كده، ولكن احنا هنبدا ب 3 كيلو وندوبهم ونشوف النتيجه. هنحاول على قد ما نقدر نقلل من الملح، ما نفرحش بالزوجه العاليه لانها بتضر المنتج مع الوقت. ننزل بال 3 كيلو من الملح ونشوف المنتج عامل ازاي. ننزل طبعا مع التقليب السريع. يا حاج احمد بقى ناس عم. اهم حاجه حبايبي نقلب الملح كويس جدا. دلوقتي الملح ده معانا، هنكمل البرميل بتاعنا ل 230 لتر بالظبط ميه ونرجع لكم تاني. دلوقتي يا حبيبي احنا زودنا ميتنا للاخر، ولكن شفنا اللزوجه لقيناها ضعيفه شويه. يعني هي اللزوجه كويسه بس الزبون محتاج لزوجه اعلى من كده شويه، فهنزود كمان ربع كيلو ملح. انت لو شفت اللزوجه كويسه ما تزودش اي ملح. هنزود الربع كيلو الملح مع التقليب، يبقى كميه الملح 3 كيلو وربع. هنضيفه مع التقليب. وبعد كده ما ضفنا كمية الملح كلها، دلوقتي يا حبيبي انا مدوب 20 جرام من اللون الاصفر هضيفه مع التقليب الجيد. وبعد حبايبي ما دوبنا اللون بتاعنا، تعالوا دلوقتي يا حبايبي نحط الماده الحافظه بتاعتنا اللي هتحفظ لنا المنتج لفتره. طبعا انا معايا دلوقتي 400 جرام الفورمالين. دلوقتي يا حبايبي هنضيف الفورمالين زي ما قلت لكم، هنضيف 400 جرام مع التقليب الجيد. الفورمالين طبعا اللي يحفظ لنا المنتج لفتره طويله. بعد ما هنضيف الفورمالين يا جماعه هنسيب المنتج لتاني يوم عشان ريحه الفورمالين تروح تماما. وبعد ما تروح ريحه الفورمالين هنضيف الريحه. وطبعا في بدايه الفيديو هجيب لكم فيديو بسيط هيوريكم المنتج بعد ما ينتهي. وفي النهايه لو عجبك الفيديو اعمل اعجاب بالفيديو واشترك بالقناه وفعل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد من اخوكم احمد الكومي. واهم حاجه دعوه حلوه من القلب، لان احنا بنعمل ده كله علشان صالح دعاكم، فما تنسوناش من صالح دعاكم. وما تنسوش الدعاء لوالدي بالرحمه والمغفره. يلا السلام عليكم والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.